الناس في مصر كانوا أطلقوا عليه اسم المسجد الحرام وما كانش حد بيرضى يدخله أو يصلي فيه. هل فعلا القصة دي حقيقية ولا مجرد روايات؟ ما تيجوا نعرف الحكاية. جامع السلطان الغوري اللي مكانه بالتحديد عند تلاقي شارع المعز بشارع الأزهر في القاهرة القديمة، واتبنى على إيد السلطان الأشرف قنصوة الغوري سنة 1504، لكنه كان فرض ضريبة عالية جدا على الناس وقتها بالإجبار علشان يبني المجموعة بتاعته اللي كمان كانت بتضم مدرسة وقبة ضريحية. ده غير كمان انه كان اخد حتة الارض اللي عليها الجامع من صاحبها بالعافية، علشان كده اطلق عليه المصريين المسجد الحرام، ومعناها اللي اتبنى بفلوس حرام. كمان من غرائب المجموعة ان السلطان الغوري عمل قبة ضريحية علشان يندفن فيها بعد وفاته، لكنه كان اتقتل في معركة مرج دابق وما لقوش جثمانه، ففضل الضريح فاضي وبعدها اندفن فيه بعض الاقارب من العيلة بتاعته.